السلام عليكم. دخلت باب الجيم مش عارف تعمل ايه، مش عارف يعني ايه نظام غذائي، مش عارف مصطلحات عن الجيم، مش عارف فايده كل تمرين بيعمل ايه، مش عارف حاجات كتير عن الجيم. ده لينك بالكامل لمبتدئ في الجيم. اول حاجه هتعملها اول ما تدخل الجيم هتسخن جسمك كويس. هتسخن جسمك ازاي؟ هتدخل على الكارديو 5 10 دقايق مشي، مش جري، عشان لو جريت هتفرط جسمك، تنقل اكسجين بس لبقيه جسمك، هتضخ دم عشان تعرف تتمرن كويس. تاني حاجه مفاصل الكتف. الكتف شغال معاك في البنش، شغال معاك في الظهر، شغال معاك في يوم الكتف، شغال معاك في الدراع، شغال معاك في الرجل. الكتف مسؤول عن كل حاجه حرفيا بتعملها في التمرين في الجيم. فسخنه كويس عشان ما يجيلكش اصابات فيه. سخنت خلصت، تاني حاجه هتدخل على التمارين. يعني ايه بنش، يعني ايه ظهر، يعني ايه كتف، يعني ايه دراع، يعني ايه رجل. اول حاجه هنبدا بيها البنش. البنش اي تمرين بتدفع فيه، ودي اغلب التمارين او كل التمارين عموما اللي بتتلعب في يوم البنش. البنش متقسم لعضلتين، في البنش العلوي وفي البنش السفلي. دي تمارين البنش العلوي ودي تمارين البنش السفلي. خلصت البنش هنيجي للظهر. الظهر هو ايه؟ اي تمرين هتسحب فيه، ودي كل تمارين الظهر او بعضها. والظهر بيتقسم لكذا عضله، العضله السفليه والعضله الوسطى واللاتس والترابيس. دي تمارين للظهر السفلي، ودي تمارين للظهر الوسطى، ودي تمارين لللاتس، ودي تمارين للترابيس. خلصت الظهر هتيجي للكتف. الكتف حركاته هتطلع ايدك على قدام، او هتجيب ايدك على الجنب، او هترجع ايدك على ورا. والكتف بينقسم ل3 عضلات، العضله الاماميه والعضله الجانبيه والعضله الخلفيه. دي اهم تمارين الكتف الامامي، ودي اهم تمارين الكتف الجانبي، ودي اهم تمارين الكتف الخلفي. خلصت الكتف هتدخل على الدراع. الدراع بيتقسم لكذا عضله، اول حاجه الباي، تاني حاجه التراي. هندخل على السواعد، عندنا ساعد، عندنا ريست، والعضله التانيه اسمها حمدي دكشن عشان مش عارف اسمها. دي اهم تمارين الباي، ودي اهم تمارين التراي، ودي الساعد. خلصت الدراع هتدخل على يوم الرجل. اسوأ يوم رجل في الاسبوع كله، اسوأ تمرينه بس لازم تلعبها. دي اهم تمارين الرجل او كلها. والرجل بتتقسم لكذا عضله، العضلات الرجل الاماميه، عضلات رجل خلفيه، الجلوتس، السمانه، عضلات الحوض، والضمه. خلصت تمرين هتيجي للنظام الغذائي. النظام الغذائي اهم حاجه تعملها كواحد بيروح الجيم، 70% تغذيه 30% جيم، او بلاش نقول 70 و30، بس النسبه الاعلى هي للتغذيه. التغذيه هي كل كمال الاجسام يعتبر. هتاكل كويس هيطلع لك جسم كويس. والاكل بينقسم ل3 حاجات مهمين: بروتين، كارب، وكالوري. البروتين هو المسؤول عن البناء العضلي، الكارب مسؤول عن الطاقه والحجم العضلي، الكالوري مسؤول عن الضخامة سواء زدت عن عدد سعراتك اليومية، أو النشفان سواء قلت عن عدد سعراتك اليومية. ودي أهم الأكلات اللي فيها بروتين، دي أهم الأكلات اللي فيها كارب، دي أهم الأكلات اللي فيها كالوري. ومع الأكل حاول تهتم بالمعادن والفيتامين في جسمك عشان هما اللي يساعدوك في بناء الكتلة العضلية الكبيرة. وبس كده حاولت أجمع لكم أكتر الحاجات كمبتدئ لازم تعرفها في الجيم. في أكيد حاجات تانية بس ذكرنا الحاجات الأساسية في الجيم. لو لسه مكمل معايا لحد هنا فأنا أحب أشكرك جدا إنك كملت معايا لحد هنا. لو عايزين فيديو عن المكملات مخصوص أنا ممكن أعمله لكم. وقبل ما نقفل الفيديو حبيت أفكر عزيزي إن علبة الكرياتين 60 سيرف دي معمول عليها هدية. اكتب لي تحت في الكومنتات وإن شاء الله أختار من الكومنتات تحت. ولو ما اتفرجتش على الفيديو الأول، お前はもう死んでいる。اتفرج عليه في جفتات مجهولة وبس. ولحد هنا نقدر نقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اهتم بصلاتك يا عزيزي، اهتم بقرآنك وبر والدينك، وشكرا. سلام.